السلام عليكم. في الفيديو دوت هقول لك على أهم 10 أطعمة تقدر بيها تنظف الكبد بتاعك، تقدر فيها تزيل السموم من الكبد بتاعك، تقدر بيها تحسن وظائف الكبد إن هو يزيل السموم من جسمك. هنتكلم برضو إزاي بيحصل تسمم الكبد دوت، ويعني إيه تسمم الكبد أساسا. خلينا متفقين ان هو اهم عضو في تخليص الجسم من السموم المتراكمه. لما ناكل اطعمه غير صحيه، لما ناكل اكلات تيك اواي، حاجات كلها زيوت مهدرجه، لما ناكل اكلات من الشارع، لما ناكل اكلات ما احناش عارفين مصدرها، انت بتعرض جسمك للسموم عموما. علشان تتخلص من السموم ديت لازم كبدك يشتغل مظبوط. هنديك حاجات تساعد الكبد ان هو يقوم بالوظيفه بتاعه ازاله السموم من الجسم ديت بقدره هائله. اذا كان الكبد عندك فيه شويه التهابات او فيه شويه تسمم او عليه شويه دهون متراكمه، فكده مش هيقدر يقوم بوظائفه كويس جدا، فهتتراكم السموم ديت جوه جسمك، هتؤدي معاك للخملان دايما، للكسل. الجسم مش قادر يقوم بوظائفه الحيويه، خاصه اذا كان الكبد بتاعك دهني، يقلل قدرته على التخلص من السموم، مما يؤدي الى تراكم السموم. اول حاجه معانا من الاطعمه المفيده في تخلص الكبد من السموم هي الخضروات الصليبيه. الخضروات الصليبيه اللي هي الكرنب، الخس، البروكلي، القرنبيط، واللفت، والفجل، والجرجير، كل ديت اسمها خضروات صليبيه. والبروكلي. الخضروات الصليبيه مليانه بحاجه اسمها مضادات الاكسده. مضادات الاكسده دي حاجه بتحمي خلايا الكبد تماما، بتحسن من انزيمات الكبد، بتحسن من وظائف الكبد عموما. كمان الخضروات الصليبيه ديت مليانه بالمعادن والفيتامينات والالياف اللي بتنظم عمل اجهزتك كلها عموما كفيتامينات، بتنظم عمل جهازك الهضمي كالياف. كل ديت حاجات مفيده جدا للجسم عموما وللكبد بصفه خاصه. عمليه ازاله السموم من الجسم عن طريق الكبد دي عمليه مستمره بتحصل يوميا، مش معتمده على الاكلات اللي احنا بنقول عليها ديت، ولكن الاكلات ديت بتعزز من العمليه ديت، بتحسن من حدوث عمليه التنظيف الداخلي للجسم. تاني حاجه معانا التوم. التوم كلنا عارفين قد ايه هو مضاد التهاب عموما، قد ايه هو مضاد اكسده، قد ايه هو مفيد للضغط وللقلب، قد ايه هو مفيد لشرايين القلب. التوم غني بالكبريت. الكبريت دوت بيحسن وظائف الكبد عموما، بيحسن من انزيمات الكبد. وماده الاليسين اللي موجوده في التوم بتحسن من تخلص الكبد من السموم، بتحسن من تخلص الجسم من السموم عن طريق الكبد. التوم غني بمضادات الاكسده. اتفقنا مضادات الاكسده هي حاجات بتحمي خلايا الجسم عموما وخلايا الكبد خصوصا من التاكسد والتلف. مضادات الاكسده حاجات بتحمي الجسم من التعرض للسرطانات. ثالث حاجه البنجر او الشمندر. البنجر غني جدا بمضادات الاكسده، ودي قلنا فوائدها حمايه خلايا الجسم عموما وخلايا الكبد من التلف، تحمي من الخلايا السرطانيه. يبقى العبره يا جماعه عندنا في مضادات الاكسده، والبنجر او الشمندر غني جدا بمضادات الاكسده الطبيعيه. مضادات الاكسده تلعب دور مهم جدا في ازاله السموم من الكبد ومن الجسم عموما. مضادات الاكسده تلعب دور هام في حمايه الجسم من الاورام والخلايا السرطانيه. كمان غني بالالياف، زي ما اتفقنا فائده الالياف للجهاز الهضمي عموما، بتحسن وتعزز وظائف الجهاز الهضمي، بتحسن عمليه الهضم وعمليه الامتصاص عموما. كمان البنجر غني بحمض الفوليك، غني بالفوليك اسيد. رابع حاجه الجنزبيل مهم جدا. الجنزبيل غني بمضادات الاكسده اللي هي بتحمي الكبد من التسمم، وبتساعد الكبد في التخلص من السموم، وبتحسن من وظائف القلب والاوعيه الدمويه والشرايين. علاقه
صغيرة يوميا من الجنزبيل كفاية وتؤدي لتطهير الجسم تماما من السموم. الافوكادو دوت حاجة من مصادر الدهون الطبيعية، حاجة من مصادر الدهون الصحية، زيه زي زيت الزيتون كده، غني بمضادات الأكسدة، غني بفيتامين إي، وفيتامين إي برضه ده يا جماعة من ضمن مضادات الأكسدة. كمان الدهون النافعة اللي فيه أو الزيوت الصحية اللي فيه بتعزز من صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية عموما. تناول يوميا ثمرة بحجم قبضة اليد لمدة 10 أيام، هتحس بفرق جميل جدا في موضوع إزالة السموم من الجسم ومن الكبد. التفاح عموما من الفاكهة الغنية بالفيتامينات والمعادن، غنية بمضادات الأكسدة، بيحسن من وظائف الكبد عموما، بيحسن من تخلص الجسم من السموم عن طريق الكبد والتخلص من سموم الكبد عموما. كمان عندنا المكسرات النية، خاصة الجوز واللوز وعين الجمل، كل ديت غنية بالفيتامينات والدهون الصحية، وغنية جدا بمضادات الأكسدة. مقدار معلقتين أو 3 من المكسرات يوميا بتحمي الكبد عندنا وبتساعده في التخلص من سموم الجسم عموما. الكركم غني بمادة الكركمين، وديت من أكتر المواد القوية جدا كمضاد التهابات وقوية جدا كمضاد أكسدة. مضادات الأكسدة تساعد الجسم على التخلص من السموم عن طريق الكبد، وتساعد الكبد في التخلص من السموم. معلقة صغيرة من الكركم على كوباية مية دافية أو على كوباية لبن أو بطريقة مباشرة على الطعام بتفيد جدا في تحسين وظائف الجسم عموما، وتحسين وظائف الكبد في طرد السموم من الجسم. الشاي الأخضر غني جدا بمضادات الأكسدة، مقدار معلقة على كوباية مية يوميا لمدة 10 دقايق زي الشاي الكشري كده، تشربه مفيد جدا كمضاد أكسدة، بيساعد الجسم في التخلص من السموم وبيساعد الكبد في التخلص من السموم عموما. الليمون عموما غني بمضادات الأكسدة وغني بفيتامين سي، مضادات الأكسدة اللي فيه بتساعد في التخلص من السموم. مش محتاجين منه كتير، عصير نصف ليمونة فقط مرة واحدة في اليوم لمدة 10 أيام هتحس معاه بفرق كبير جدا في تحسن وظائف جسمك عموما. مش بالضرورة تاخد ال10 حاجات دول مع بعض بالأطعمة والأشربة ديت مع بعض، مش ضروري تاخد ال10 حاجات دول يوميا، ممكن كل حاجة يوم أو كل حاجتين يوم، ممكن أكل حاجة معينة مع شرب عصير ليمون مثلا، أكل حاجة يوميا مع شرب شاي أخضر النهاردة. كل ديت هتحسن على مدار 10 أيام، هتحسن من وظائف الكبد عندك وتحسن من قدرته على التخلص من السموم، وهتفوق جسمك تماما وهتحس بفرق شاسع بعد 10 أيام. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.